احذروا من اللصوص في شهر رمضان. اللص الأول: التلفزيون. لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة. اللص الثاني: الأسواق. لص متخصص في هدر المال والوقت، وللتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب. اللص الثالث: السهر. سارق لأغلى الأوقات، يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير. اللص الرابع: المطبخ. فالنساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباقا كثيرة، وقد يلقى الكثير منها في القمامة. اللص الخامس: الهاتف وطول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب وإفشاء الأسرار. اللص السادس: البخل. يحرمك أجر وثواب الصدقة في شهر رمضان. اللص السابع: المجالس الخالية من ذكر الله، وتكون حسرة على أصحابها يوم القيامة. وأخيرا كبير اللصوص: وسائل التواصل الاجتماعي، إن لم تستغل فيما يرضي الله فما هي إلا أياما معدودات، وفقنا الله لاستثمارها فيما يحبه ويرضى.